قوارب الكوسة بالبشاميل من الأطباق الحلوة على السفرة وكتير سهلة وكتير خفيفة الدم. شوفوا كيف نحضرها. أول شي عنا الكوسة رح نقسمها من النص، بعدين كل نص رح نقسمه كمان للنص. رح نشيل اللب ونحتفظ فيه على جنب، بعدين رح نسلقهم لمدة 7 ل 10 دقايق حسب سماكة الكوسة ونوعها. بيجات الفرن منضيف اللب ومنرتب فوقه قوارب الكوسة، وبعدين رح نجهز الحشوة عبارة عن لحمة مفرومة قلبتها مع بصل وبهارات، وآخر شي بتضيفوا دبس رمان أو رب البندورة. لتحضير البشاميل بدنا زيت زيتون وزبدة، بنضيف فوقهم الطحين ونقلبهم سوا لحتى يتحمص الطحين، بعدين رح ننزل بالحليب الدافي شوي شوي مع التحريك المستمر. آخر شي بنضيف الكريمة ومكعب مرق الدجاج وفلفل أسود وجوز الطيب. نسكب البشاميل فوق قوارب الكوسة المحشية باللحمة المفرومة، وعلى الوجه جبنة الموتزاريلا المبشورة، وندخلهم الفرن بدون تغطاية لمدة 30 دقيقة أو حتى تستوي على الآخر. وهيك صارت عنا أطيب كوسة بالبشاميل، وصحتين وهنا.